السلام عليكم يا أجمل متابعين وأجمل مشاهدين. كل سنة وانتم طيبين جميعا يا رب، ويكونوا في أسعد حال. رمضان مبارك عليكم وعلى أمة محمد. طبعا عملت الصينية دي على السريع كده، يعني ما صورتهاش، كان النور قاطع. دي عبارة عن صينيتين، كيسين بسبوسة من الجاهز، حلوى الشام أو كريمة اللي هي بتيجي دي عادي، على كوباية سمنة بلدي. أنا عاملاها بسمنة بلدي، كل واحد ومقدرته يعمل اللي هو عايزه. على كوباية وربع لبن، 3 معالق عسل كلوكوز، مفيش يتحط سيرب عادي بدل العسل الكلوكوز. وطبعا دفتهم على النار عشان اقلب العسل الكلوكوز مع السمنه مع اللبن دفيان بس، يعني مش اكتر من دفيان. وهنا بقى رحت جايبه 3 بالنسبه للبسبوسه اللي هي السميد اكياس الجاهزه. عملت 3 معالق لبن نيدو، اي لبن عندك، حمصتيهم على نار هاديه على النار لما بقى لونهم ذهبي، ضفتهم على السميد. وبعد كده 4 معالق جوز الهندي ناعمه جدا، اللي هي انا من عادتي لما اشيل اي حاجه في التلاجة بكتب عليها كل حاجه عشان لما اطلبها يجيبوها لي بالاسم. اهي جوز الهندي ناعمه خالص، 4 معالق. ده كله بيتحط على الناشف على السميد وقلبته. وبعد ما داب كله قلبته كله ببعض، يا دوبك مش بعجن، يا دوبك تقليب كده على طول على السريع. حتى بصي ملمسها ناعم ازاي، ما فيهاش عشان ما تشققش، وما فيهاش اي تشققات. دهنت طبعا الصينيه سمنه بلدي، ورحت عاملاها اللهم صل على النبي. حطيت البسبوسه وطبق فيه حبه ميه، بقيت ابل ايديا كده واعمل كده 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 كده. لما عملت الملمس الناعم طبعا خبطتها جامد جامد كده 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 لما عشان اسوي كله. وعملتها بالبندق، وعملت فيها البندق واللوز زي ما حضرتكم شايفين بحط اهو، عشان نكسب وقت بس ما نضيعش وقتكم. ونولع بقى ان شاء الله، نسيبها قيمه نص ساعه بره قبل ما نحطها البسبوسه بالذات. اروح حطها بقى في فرن على 100 وعلى 180، نولع الفرن قبلها 5 دقايق ولا حاجه. طبعا حضرتكم زي ما انتم شايفين اهي بسم الله ما شاء الله اهي، ملمسها جميل جدا وناعمه، السمنه بتلمع فيها زي ما انتم شايفين. وعاملاها قد كده، يعني مش عاملاها ان تطلع منفوخه كده عامله زي الهريسه والحاجات دي، لا، عاملاها قد كده، يا دوبك بحط عقله صباعي اهي، بص نص عقله صباع، مش عاملاها عاليه قوي. وهنسويها باذن الله واطلعها وانا بسقيها السيرب. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلكم بالف الف خير، ويكتب لكم يا رب عمرة رمضان جميعا كلكم وانا معاكم. اهو طلعناها من الفرن بسم الله ما شاء الله. سقيتها شربات، هي بتتشرب تهبط بس شوية كده عشان نعرف نقطعها ونرجع لكم تاني. اهي قطعناها، بصوا الحرف بتاعها جميل ازاي، اهي بصي هي عاملة ازاي، اهي بصي زي اهي، شايفين عاملة ازاي، والله طعمها في منتهى الجمال. اهي السمنة البلدي عاملة شغل، لا طعم وريحة. اهي ملهاش حل، اعملوها بطريقتي. وريهم الحرف اهي بصوا الحرف جميل ازاي، محمر ازاي، طرية خالص كلها.
شايفين عاملة ازاي؟ وعندي كمان العيال ما بيحبوش الشربات جامد قوي فيها، كانت تطلع احلى من كده بكتير. قولوا لهم يا ماما بتسيبيها بره ساعة ليه؟ سيبها بره ساعة على اساس تشرب السمنة من اللبن ومن العسل الكلوكوز ومن الحاجات اللي احنا حاطينها، فلما تيجوا تسووها ما تشققش معاكم وتطلع زي ما انتوا شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله، وطرية. كمان الفرن عندنا مش حلو. ولا الفرن اللي عندي مش مروحة عادية، طلعت عيني عبال ما بتطلع الحاجة دي. اعملوها بطريقتي، وكل سنة وانتوا طيبين وبألف خير، بألف خير يا رب، واشوفكم في أسعد وأحسن حال. ماشي يا أجمل متابعين وأحلى مشاهدين، معلش عندي برد شوية مأثر عليا. يلا سلام عليكم.